السلام عليكم. معانا الفيلا 355 متر، فيلا خاصة دوبلكس وثلاث ادوار كلهم متشطبين ما عدا الدور الاول 3/4 تشطيب واقف على البياض. اول ما بندخل المدخل الخاص، في مبنى متسقف ان هو كان المفروض هيتفتح محل، وبعد كده اتعمل جراج. جنينة كبيرة، كامل مساحة الارض 355، مبنية على 200 متر. الجنينة داير ما يدور المبنى. في جنينة خلفية صغيرة. الأرض اللي ورا فاضية. على الشارع الضغط الرئيسي، منطقة خطوات من النادي. 355 متر، دوبلكس 3 ادوار. الروف مبني فيه أوضة حمام. الدور الأول علوي مرتفع عن الأرض. الفيلا الدوبلكس بصورها دلوقتي. السلالم ديت منها أول باب بيفتح للدوبلكس العلوي، وبعد كده التلات بيبان بتفتح للتلات شقق، وفي الآخر اللي هو الروف متبلط وفيه أوضة حمام بكامل المساحة. فيو الأهرامات والنادي من الروف فوق. السلام عليكم. معنا فيلا خاصة على 355 متر، مباني 200 متر، عبارة عن دوبلكس علوي داير ما يدور فيه جناين. فوق الدوبلكس فيه 3 شقق وروف. ده الدوبلكس بدايته من هنا، عبارة عن ريسبشن، سلم للدور العلوي، حمام ضيوف ومطبخ. مباني 200 متر كاملة المرافق، جميع العدادات. عدادات كهرباء ومية وغاز. ده مستوى تاني. ده السلم اللي بيطلع للدور التاني. ده الحمام. مباني على 200، دوبلكس دوت 400، وفي شقتين متشطبين نفس مستوى التشطيب 200 و200. كل شقة معمولة 3 حجرات، حمام مطبخ. ليفينج، في بلكونة على الشارع الرئيسي. الحتة ديت معمولة ان هي تكون محل. الفيلا الخاصة ليها مدخلين، مدخل للعربية ومدخل أفراد. فراندا كبيرة بتطل على الأوضة الواجهة. دي حجرة، بص على الأوضة. حجرة تانية. حجرة، ودي برضو حجرة. دي ظهر الفيلا الخاصة، كان صغير تأسس، ممكن يبقى فيه تربية كلاب. وراها أرض فاضية.
هي بتبص على الأرض فاضية في الخلف. فوق نفس المساحة البلكونة بتبص على الشارع الرئيسي. لو احنا دخلنا كده اهوت، ده السلالم اللي هي بتاعت العقار من تحت، اللي هي باصة على الشارع الرئيسي من مدخل العقار. بنطلع على السلم اول ما بنخلص الدوبلكس. طبعا الدوبلكس الدور العلوي اللي فيها في الباب اللي احنا طلعنا منه دوت اللي هو من السلم. بنلاقي 3 شقق فوق بعض. اول شقة فيها عداد كهرباء وفيها الغاز بتاعها 3/4 تشطيب، واقفة على وش نظافة، مساحتها 200 متر، متقسمة 3، حمام مطبخ. بعد كده بنكمل الشقة اللي فيها. بعد كده فوقينا شقتين وروف، الشقتين نفس التشطيب يعتبر، 3 حجرات حمام مطبخ. الروف مبني فيه أوضة وحمام متبلط. الشقة اللي فوق نفس الشقة ديت. أول ما بندخل ريسبشن كبير. دي حجرة ليها بلكونة على برا، وادي بلكونة. العقار في منطقة حق على الضغط. دي أوضة مفتوحة على الريسبشن. ده الحمام اللي بيخدم الحجرات. المطبخ على باب الشقة. في أوضة هنا 5 في 5 مقفولة، ليها بلكونة على الأرض الخلفية. ودي أوضة 4 في 4، بينها وبين الجار برضو مسافة. الشقة اللي فوق نفس التشطيب دوت، نفس المستوى.